الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو كانت مشاعركم الحادث؟ طبعا خفنا يعني انه اول مرة بصير معنا حادث وان شاء الله اخر مرة، يعني انرعبنا يعني لانه ما كناش وين متوقعين. اصابتك؟ ورجيني اياها. وأخده يعني اجا هون بس الحمد لله اجت خفيفة. ثم صار نازل رعب يعني تحسوه فيلم مش حقيقة. يعني صراحة أنا أول ما صار الحادث خلص فكرت هاي نهايتنا، إنه خلص يعني الشر. خلص صراحة أنا كتفي ردت وتمي صار نزل دم وعلوش دانه من ورا نفخات وتمي صار نزل دم، والأولاد يعني معنا بالباص صاروا عيطوا، يعني كانوا صغار، يعني أكبر إشي صف 9 وأنا صف 8، يعني إحنا أكبر إشي بس بالباص كنا، والباقي كله صغار صف 4 و3 وتمهيدي، يعني كلهم صغار عيطوا وحطوا فيا. أنا صرت أعيط معهم الإسعاف والشرطة والدفاع المدني. يا جماعة بابا وخلونا. الحمد لله الله سلم. الحمد لله. احنا على المستشفى رحنا طبعا يعني لا تنسوا ذلك وتستغفروا وتصلوا يعني عشان الله يحميكم دايما. طبعا ربنا حمانا لأنه ماما كانت تستودعنا قبل ما كنا نطلع على المدرسة، يعني قبل ما نروح المدرسة كان عمار يضل يقول لماما مستودعينا، أنا كنت أظني أقول لها ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا عن جد. يعني عمار لما صار الحادث ظل يستغفر وظل يدعي ربه. أنا مش عارفة إيش بدي أعمل، أعيط لأهدي الأولاد، أرن على بابا أحكي له، مش عارفة شو بدي أعمل عن جد. إيش بيخوف. الله صراحة كثير يعني ما كناش متوقعين. أول مرة بصير معنا حادث. الحمد لله يعني جت خفيفة علينا. هسه أنا مش متخيلة ولا أي إشي غيره، يعني فيش إشي بعقلي.